رمضان حبيبي قد عاد، الله وحنين الروح له زاد. رمضان 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 حبيبي قد عاد، الله وحنين الروح الروح وحنين الروح له زاد. والمسجد أشرق من فرح والمنبر ردد إنشادا. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. عاوزين تعرفوا أصل الحكاية؟ يلا بينا معايا. في قلب القاهرة القديمة وتحديدا عند بوابة الفتوح بيقف مسجد مش زي أي مسجد، مسجد الحاكم بأمر الله. اسم غامض وتاريخ أغرب. بناه خامس الخلفاء الفاطميين، الحاكم بأمر الله، الحاكم اللي كانت حياته لغز وقراراته حيرت المؤرخين. مرة يوصفوه بالعادل ومرة يوصفوه بالمستبد، لكن ساب لنا أثر معماري من أروع ما يكون. هنا كل حجر بيحكي قصة وكل نقش وراه سر. هنا عند بوابة الفتوح بيبدأ زمن مختلف. مسجد الحاكم بأمر الله واحد من أقدم وأجمل المساجد في مصر، وشاهد على حكايات وأسرار من 1000 سنة. البداية كانت سنة 980 ميلادية، لما الخليفة العزيز بالله قرر يبني مسجد ضخم، لكن القدر كان له رأي تاني ومات قبل ما يكمل البناء. ولده الحاكم بأمر الله كمل البناء، واللي ما يعرفوش كتير إن المسجد ده كان شهادة ميلاد للقاهرة الفاطمية، والنهاردة هو آخر مسجد باقي من العصر ده بحجمه وبجماله. الحاكم بأمر الله اسم سمعناه كتير، لكن شخصيته كانت لغز. حاكم وهو عنده 11 سنة، قراراته غريبة وسلوكه كان محير. مرة يوصفوه بالعادل ومرة يوصفوه بالمستبد. منع خروج النساء ليلا وحرم أكلات معينة، والأغرب إنه اختفى فجأة ومحدش عارف إيه اللي حصل له. لكن وسط كل القرارات والجدل المسجد بيفضل شاهد على عصره، ومع مرور السنين اتعرض لإهمال شديد. اتحول لمخزن أيام الحملة الفرنسية وبعدها سكنة عسكرية، لكن رغم كده فضلت روحه موجودة. وفي القرن العشرين بدأ مشروع الترميم سنوات من العمل عشان يرجع المسجد لحالته الأصلية. النهاردة وزي ما انتم شايفين المحراب الذهبي بيتألق من جديد، الجدران
بتحكي قصصها، وكل زاوية هنا بتنطق بجمال العمارة الفاطمية. من قلب القاهرة الفاطمية، من بين أروقة مسجد عدى عليه 1000 سنة، بنقول إن التاريخ مش مجرد ورق في الكتب، لكنه أماكن بتعيش حوالينا. ودي كانت حكاية مسجد الحاكم بأمر الله، ولسه عندنا حكايات تانية. استنوني في رحلة جديدة ومكان جديد. لسه حكايتنا ما خلصتش، استنوني في حلقة جديدة وحكاية أول مرة تسمعوا عنها. سلام. لكل حكاية أصل، ولكل مكان عنوان.